Audio Jungle. Audio Jungle. الله الله يا مزيز، والله اكبر، بسم الله ما شاء الله. ازيكم حبايب قلبي، ازيكم حبايب قلب مزيزو؟ عاملين ايه؟ هنا بقى مكرونه بشاميل وفراخ مقرمشه. ما تيجي كده نشوف عملناها ازاي. الاول نبدا كلامنا بالصلاه على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. جبنا الحله بتاعتنا على النار، حطينا فيها الميه، حطينا فيها مرقه، حطينا فيها لوري، هنحط فيها شويه حبهان، هنحط فيها بهارات فراخ، ملح ابيض. طب انتي ليه كل ده؟ هو انت هتسلقي فراخ ولا ايه؟ لا، انا طبعا لازم نعمل مكرونه بشاميل، بس طبعا هنعملها بالفراخ او باللحمه، بتمشي طبعا. اللي انت هتعمل لو بالفراخ هتحط شويه بهارات فراخ، لو باللحمه هتحط شويه بهارات لحمه. هنسلق المكرونه ونقول بسم الله، وتعالوا بقى نعمل احلى مكرونه بشاميل. هنا حطيناها. طب انتي حاطه كل الحاجات دي ليه؟ لان احنا مش هنكب الميه بتاعتها، هناخد الميه بتاعتها وهنستغلها شوربه. بسم الله ما شاء الله عليها، جميله جدا. جربيها بنفس الطريقه هتعجبك قوي قوي. يلا بقى كده هتعملي كده يا مزيز، وهنجيب الحله دي على النار، هنحط عليها فيها سمنه. هنا طبعا ايه الفراخ مقطعينها، معانا صدر فرخه مقطعينه مكعبات. طبعا ايه هنسيب كده الحله بقى ايه سخنت جامد، وهنحط ايه هنحط بقى الفراخ طبعا. وهنا طبعا بصوا البصل والجزر والفلفل اصفر واحمر واخضر وطماطم. ايه الجمال ده؟ لا 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 لا، مبدع. اديله ادي يا مزيز، اديله ادي. قلبنا كده المكرونه، هننزل بقى كده بالفراخ بقى كده، خدت صدمه. بسم الله ما شاء الله عليها كده. اول ما تحطيها بقى وتقولك تش، يا سلام. اديله 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 يا مزيز، الله اكبر. الله بقى، بصوا بصوا بصوا، جمال جمال مفيش بعد كده. هنقلب بقى كده الفراخ، هنحط بقى طبعا ايه شويه فلفل اسود، هنحط شويه ملح ابيض، هتحطي بقى ايه طبعا مرقايه، بهارات فراخ. كل الحاجات دي بتعمل طعم تاني، بتودي في حته تانية للفراخ. مكرونه بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، الله اكبر. قلبناها بقى هنا كده، هننزل بقى هنا كده ايه بالبصل. انت حاطه بصل كتير ولا ايه؟ لا لا، بصل ايه؟ بصل ولا كتير ولا حاجه، هتتفرجوا بس عليها دلوقتي لما تتعمل. وكل ده هتحطيه على على الفراخ. هنحط كل ده على الفراخ. جزر هيتحط مع المكرونه بشاميل يا مزيزو. طب جربوه، جربوها بس وهتدعولي، وهتدعولي وهتقولي لي يا مزيزو تسلم ايدك. ما انا بقول لنفسي اهو، تسلم ايدي يا انا. يلا بقى بصوا بقى كده الايه المكرونه هي داخله على السوا معانا. مش شرط ان انت تكومي ميه كتير تملي الحله، لا، مش شرط يا جماعه، نعمل كده على القد عشان تطلع شوربه حلوه كده وطعمها حلو. هنا بقى ايه الحله خلصنا معانا كده، ايه سلق المكرونه خلصت والفراخ بتستوي. هنا حطينا بقى ايه السمنه. عايزه تحطي سمنه، تحطي زبده، حطي اللي انت عايزه تحطيه. البنات اللي كانوا بيسالوا على المقدار، لو انت حطيتي 9 معالق دقيق هتحطي 9، هتحطي 7 معالق سمنه. طبعا ايه لو مسح او هرميه حسب ما انت ايه حابه تحطيها. بصوا هنا بقى ميه المكرونه بقت شوربه، بسم الله ما شاء الله عليها، ريحتها بس كده تشربيها كده حاف. هنا بقى ايه كده الدقيق. هتقولي طب انت عامله المقدار ايه؟ هقول لكم لا، انا بعمل كده بالويم. انا عارفه مقدار حلتي ايه، وعارفه مقدار صينيتي ايه. لو انت عايزه المقادير اكتبي لي يا حبيبتي اللي انت عايزاه، وانا هقول لك مقدار الكيلو ايه ومقدار النص كيلو ايه. اللي انت حابه تعرفيه قولي لي وانا هقول لك عليه. هنا بقى كده ايه نزلنا بالدقيق، بسم الله ما شاء الله. البشاميل بقى ايه الدقيق بيجري كده في السمن. هنا بقى حطينا اللبن. ما بنحطش كل الكميه لبن ولا بنحط كل الكميه شوربه. وعلى فكره انا قبل كده حطيتها كلها بشوربه بس، اللي هي المرقه بتاعه المكرونه، وما حطيتش لبن خالص. هتقولي ما تنفعش من غير، لا هتنفع على فكره. يعني هو لازم الحاجه خلاص لازم تبقى كامله مكمله. هنا بقى حطيت ايه واحده جبنه ليستون، وحطيت هنا كان عندي قطعه جبنه شيدر، عملتها اللهم ذكرني يا رب، انا مش عارفه في ايه. عملتها كده بالمبشره وايه وخلطتها. طب انتي هتعملي هنا ايه يا مزيزو؟ انا هنا الفراخ استوت قلبتها كلها على المكرونه. وطبعا البشاميل اللي خلصان هناخد منه كده ايه مغرفتين 3. بصوا هنقلبها. طب انتي هتقلبيها مش هتعمليها طبقات؟ لا مش هنعملها طبقات، مش شرط على فكره ان انت تعمليها طبقات. بصوا انا عملتها كلها في بعضها، كلها كده اخده من طعم الفراخ، كلها اخده من البشاميل. بسم الله ما شاء الله جميله. وهنا طبعا ايه بطمت كده الايه القالب بتاعي. هننزل كده ايه بالبشاميل. عايزه تحطي نص البشاميل اللي تحت ونص فوق براحتك، عايزه تحطي شويه صغيرين بس تحت والباقي كله فوق برضو براحتك. انا هنا بقى كده ايه هنقلب بقى كده المكرونه. بصوا
والله يا جماعة بسم الله ما شاء الله بتبقى جميلة جدا، المكرونة جوه الفراخ كلها مع بعضها كده، الله اكبر بسم الله ما شاء الله يعني. ولو انت حابه تقسمي يعني شويه تحت وبعد كده حشوه الفراخ وتحطي شويه موزاريلا وشويه بشاميل، وبعد كده تحطي الطبقه التانية وتحطي بعد كده البشاميل فوق، برضو اللي انت عايزاه، كل حاجه متاحه ليكي. المكرونه بشاميل يا جماعه ملهاش طقوس معينه، المكرونه بشاميل اللي انت عايزه تعمليه فيه، بس اهم حاجه المعدل والخلطه وكل حاجه بتاعت البشاميل اللي تبقى مظبوطه خلاص، وطعم الفراخ يبقى مظبوط، خلاص كده الموضوع منهي. انما انت بقى ترصي يمين ترصي شمال اللي انت عايزاه. هنا كده ايه خلصنا كده ايه القالب بتاعنا بسم الله ما شاء الله جميل. هندخله بقى ايه طبعا ايه الفرن، بس قبل ما ندخله الفرن هنرش عليه بقى ايه. هنا كان معايا ميكس جبن، رشيت شويه كده من ميكس الجبن الاول، ما كترتش علشان الجبنه الرومي بتدي كده ايه ريحه حداقه شويه. وهنا حطيت ايه الجبنه موزاريلا، وهندخلها بقى ايه كده بقى ايه معانا الفرن بسم الله ما شاء الله عليها. هنجيب بقى ايه الحله بتاعتنا، حطينا هنا كده ايه معلقه سمنه، وطبعا المكرونه كانت استوت معايا. انا اول حاجه عملتها طبعا المكرونه، وكانت بقى طبعا ايه الفراخ بقى مع عمال ما جت وغسلتها وعملتها المحلول ومش عارفه ايه، بس انا اهم حاجه عندي المكرونه بخلص منها اول حاجه، لان لازم تكون مستويه وعشان خاطر اعرف يعني ايه القطع بتاعتها تطلع ايه متماسكه كده وجميله بسم الله ما شاء الله. هنا حطينا كده الفراخ، هي دي كانت اوراق معايا الدبوس والكفه يعني ايه الوراك، بس ما عملتش من الصدور حاجه. طب انتي طب عملتي الصدور عملتي الفراخ بتاعه البشاميل ازاي وانتي عامله لسه دلوقتي الفراخ هنا طبخاها؟ لا انا كنت عندي فراخ قبل كده وكان عندي صدر، يعني انا كل مره بجيب فيها فراخ لازم اشيل حته كده من الصدر واقطعها وايه واسيبها في الفريزر، بجمع كده ايه شويه حلوين معتبرين كده، واروح جايه عامله صينيه ايه صينيه مكرونه، عامله بقى كفته فراخ اللي انا عايزه اعمله. هنا حطينا بقى على الفراخ بصل وطماطم وجزر، وهنشغل بقى هنا الكاتل كده علشان ايه نعمل بقى ايه شويه شوربه حلوين. بصوا شكل الشوربه اصلا والفراخ كده ايه يعني تاكلي الحاجه كده حاف كده من غير اي حاجه بسم الله ما شاء الله. هنا بقى ايه جبنا كده الكفر اللي احنا هنعمل بيه تحميره الفراخ. هنا حطينا بضايه وحطينا شويه بهارات فراخ وشويه كركم على كل الخلطه، يعني هنا كان لبن كوبايه لبن مع بضايه، والناحيه التانية كده هنا الدقيق حطينا برضو عليه شويه بهارات وكركم وبهارات فراخ، والناحيه البوله التانية حاطين فيها ايه الفيجيتار. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا هنحط بقى كده ايه هنعملها كلها كده في اللبن، بعد كده في الدقيق، بعد كده هنرجعها تاني في اللبن والبيض، بعد كده بقى ايه هناخدها بقى ايه كده على الفيجيتار. طبعا لو وصلتي لحد هنا متنسيش تعملي لي احلى لايك. هنا بقى كده ايه عملنا التبطينه كده بسم الله ما شاء الله، عملناها كلها وهنحطها كده في الفريزر 5 دقايق 10 دقايق. توقيت الصيف هتحطي طبعا في الصيف هتحطها ايه ربع ساعه عشان تمسك معاكي، في الشتاء 5 دقايق 10 دقايق بالكتير خالص بتبقى ماسكه معاكي بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى ايه كنت حطيت بقى شويه زيت، لو عايزه تحطي سمنه بس بصراحه هو في الزيت احلى بيديكي قرمشه وطعم اجمل. واحلى فراخ مقرمشه بسم الله ما شاء الله. ولا تقولي لي بقى مش عارفه كنتاكي ايه وتقولي لي كوكيات ايه وتقولي كل ده ملهوش لازمه يا جماعه. طب ما انت تعملي في البيت وحاجات جميله بسم الله ما شاء الله عليكي، وهتنضفي الفراخ زي ما انت عايزه وهتسلقيها براحتك وهتعملي كل حاجه فيها براحتك. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها. انا كان صراحه بصراحه كان نفسي الوقت ده الحته دي يعني ما نعملهاش مونتاج خالص، وكنت بقى سمعك كده ايه القرمشه كده بتاعتها بسم الله ما شاء الله جميله جميله جدا. وهنا بقى ايه صينيه المكرونه، بصوا هي ما كانتش لسه بردت قوي بس بسم الله ما شاء الله جميله جدا. دي كانت المكرونه بشاميل اللي معانا،
وطبعا هي الفراخ المقرمشة بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا لو وصلتي لحد هنا بقى ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وطبعا بعد ما خلصنا كده الاكل عملت بقى هنا كده ايه شوية عصير كده كوكتيل، فايه مانجا جوافة، وعملنا فراولة برضو بصوا بسم الله ما شاء الله. يلا بقى يا حبيبتي حبايب قلب موزيزو ادي يا موزيزو دوس على كلمة اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من يوميات موزيزو، واستنوني الفيديو الجاي. مع السلامة.